خلي بالك العقارات هيحصل فيها فقاعة عقارية الفترة الجاية. كل يوم واحد بيقول لك اشتري عقارات، العقارات آمنة، العقارات ما بتخسرش، وفي نفس الوقت انت بتيجي تلاقي واحد تاني خالص بيقول لك خلي بالك العقارات هيحصل فيها فقاعة عقارية الفترة الجاية. مين فيهم اللي صح ومين فيهم اللي غلط؟ الحقيقة ان الفقاعة ممكن تحصل في اي منتج، سواء هو ذهب او عقارات او بورصة، حتى في تجارة السلع العادية. ولكن الفقاعة مش بتبدأ لمجرد ان السعر غلي. الفقاعة بتحصل لما الأسعار تبعد عن القيمة الحقيقية بتاعتها، ويبدأ كمان يحصل فومو عند الناس، تبدأ تشتري لمجرد إنها متوقعة بس إن السعر ده هيزيد، من غير ما يفهموا هم بيشتروا إيه وليه. ونفس الكلام ده بيحصل عندك برضو في العقارات، لو غلطت نفس الغلطات اللي إحنا قلناها. بس هنا في نقطة أهم، مش كل واحد خسر في العقار بتاعه يبقى السوق العقاري فيه فقاعة. ممكن تبقى المشكلة إن هو اشترى منتج غلط، أو من مطور غلط، أو بتسعيرة غلط، أو حتى الخطة المالية بتاعته كان حاسبها غلط. يعني احيانا المشكله ما بتبقاش في العقار، المشكله في طريقه شراء العقار. في الحلقه اللي جايه انا هقول لك اول سؤال انت لازم تساله لنفسك قبل ما تدفع جنيه واحد وتمضي عقد لشراء عقار. انا مش بقول لك ما تشتريش عقارات، لكن انا بقول لك اشتري العقارات وانت فاهم.